ورجعنا لكم مشاهدينا. وحلوة يا بلدي، مصر فيها أماكن أثرية عظيمة جدا، يمكن بيجي لها السياح من جميع أنحاء العالم. عندنا حضارة من خلال الآثار، يعني حضارة كده بنتفرج عليها ونقول هم إزاي قدروا يوصلوا لكل ده، هم إزاي معبد فرعوني الألوان بتاعته تفضل باللون دوت كل السنين دي. هو حاجات كتيرة قوي بنسألها لنفسنا، إزاي الحضارة دي، إزاي الهرم أصلا بنوه بهذا الشكل العظيم، والأسرار اللي كل شوية بيكتشفوها عنه. حلقة خاصة جدا عن الآثار المصرية وعن تعزيز الهوية لأطفالنا من هم صغيرين بأهمية الحضارة وبأهمية الآثار، من خلال ضيفتي اللي تكون منوراني النهاردة دكتور نور جلال عبد الحميد، أستاذ الآثار المصرية، كلية الآثار، جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. ويمكن لما بنتكلم عن الآثار المصرية بنلاقي إن احنا يعني عندنا اعتزاز جدا، ما بنعرفش نتكلم عن ايه ولا ايه ولا إيه. يعني احنا عندنا يعني مختلف الثقافات من خلال الآثار المصرية. حضرتك بتشوفي ده ازاي؟ هو بالحقيقه احنا محظوظين يعني عن العالم كله، يعني لان في بلاد انت عارفه يعني هي يدوب 400 سنه 500 سنه، ما حتى ما بييجوا يعملوا متاحف او حاجه ما بيلاقوش حاجه ان هم يعني يقولوا تضاهي يعني حضارتنا او تاريخنا. فالحمد لله احنا لما نقول حتى 7000 سنه لا ده مش حقيقي، احنا 10000 سنه قولي. صحيح. فاحنا من اوائل الشعوب اللي هي بدات تخط خطوات صحيحه وواثقه من نفسها وتطور. يعني في بعض الاحيان في البدايه كان بطيء شويه، لكن بعد كده اول ما بندخل في العصور التاريخيه في مصر القديمه بنجد انطلاقه بقى يعني واسعه جدا. اختراعات بقى، لان الحضاره المصريه القديمه دي ما هياش بس اهرامات وما هياش معابد وما هياش كده، لا ده ممكن اختراع اللغه نفسه، زي ما انت بتقولي كده، اختراع الوان، اختراع طرق تحنيط، اختراع طرق بناء. فهي كلها اختراعات يعني فيها البدايات الاولى اللي انطلقت منها للعالم الخارجي. يعني اليونانيين خدوا مننا الافكار. في عندنا مسائل حسابيه تضاهي يعني فيثاغورس والحاجات اللي هي المسائل اللي كانت موجوده، مسائل من الدرجه الاولى والثانيه وهكذا. توثيق كمان يا دكتور، توثيق العمليات الجراحيه. يعني القدماء المصريون كانوا بيرسموا على المعابد العمليات الجراحيه اللي كانت بتتم، علشان بعد كده نشوف هم قد ايه كانوا متقدمين. يعني لا هم قطعوا شوط طويل جدا يعني بصراحه، وهو يعني حضاره فريده من نوعها. ويعني زي ما احنا بنقول كده، يعني مهما انت تقري فيها او كده هي شيقه جدا. وزي ما انت بتقولي كده لازم اننا نهتم بالنشء الصغير دوت، المراحل الاولانيه في التعلم، ان الطالب او التلميذ يعرف من البدايه خالص اهميه حضارته دي، من خلال بقى يعني زيارات تفاعليه لمناطق اثريه ومتاحف، مش مجرد انه احنا بنلقنه عن طريق الدروس والحفظ. لان المرحله الاولانيه ديت اذا احنا مرحله التنشئه دي اذا ما اهتمناش بيها، تاكدي ان يعني الطفل هيفلت منه حاجات كتير جدا، مش هيبقى على نفس المستوى اللي احنا عاوزينه. جميل. طب خلينا نقول بقى اطفالنا كده وهم صغيرين، ازاي ان احنا نبتدي نعرفهم بتاريخ بلدهم من خلال زياره الاماكن الاثريه؟ نبتدي معاهم بايه؟ يعني ايه اول مكان ممكن مثلا الطفل وهو صغير يبتدي ان هو يروحه؟ ايه المعلومات اللي انا المفروض اقولها له؟ علشان هنا مش بس بنتكلم عن ان هي يعني خروجه او جزء ترفيهي، انا هنا ببني هويه، بوري له تاريخه كان عامل ازاي. هو والله الأسرة ليها دور والمدارس ليها دور. فالأسرة برضو طبعا هي ليها دور كبير، لأن احنا اختفت من حياتنا اللي هي فكرة الرحلة أو الفسحة الأسرية، الأب والأم والأولاد يروحوا مكان معين إن شاء الله مرة كل شهر، يا ريت احنا نحياها تاني. صحيح. لأن ليها معنى كبير جدا، سواء في الترابط الأسري أو إن أنا بعود نظره وسمعه وأعرفه حضارته ويشبع منها وهو صغير، حتى قبل ما يخش المدرسه. ويبقى فيها ترفيه برضو ولعب وكده، لان طبعا لازم ان احنا نراعي ان السن دوت بيبقى عاوز حاجات اكتيفيتي ترفيهيه تبقى مصاحبه، ما هياش تبقى ثقافيه بس. بعد كده في مرحله المدرسه عندنا المتاحف، يعني هنا بقى بتنتقل المسؤوليه شويه للمتاحف، خاصه لان هم بياخدوا بعض المواد المرتبطه بالتاريخ والحضاره المصريه القديمه. صحيح. فلازم هنا المتحف، المتاحف دلوقتي في عندنا علم مهم جدا
جدا وبقى موجود في كل المتاحف الرئيسيه، اللي هي حاجه اسمها التربيه المتحفيه. التربيه المتحفيه ديت بيكون التارجت بتاعها هو الاطفال في سن التعلم، وبيبقى يعني بياخدوهم شويه جوه المتحف وشويه ليهم يعني غرف خارج المتحف بيبقى فيها انشطه بقى وكده، فالطفل يبتدي ان هو يحس لا دي مش بس خروجه تعليميه، لا ده انا كمان هعمل حاجات ليها علاقه بالموضوع فهبقى مبسوط فيها. بالظبط كده. ممكن كده يعمل حاجات بايده، ممكن يركب حاجه، ممكن يجيبوا له يعني حاجات يقولوا له اعمل هرم، نموذج هرم، لبس الملك يبقى ازاي زي ما انت شفت جوه، لون حاجه بالطريقه المصريه القديمه وهكذا. يجيبوا للبنات مثلا الزي والحاجات اللي كانت بتلبسها السيدات في مصر القديمه من خلال عرايس ويلبسوها. فاذا هنا انشطه كتيره جدا هي المفروض انها موجهه للطفل، وبدا بيبقى في توعيه، لان في عندنا اقسام مخصوصه اصبحت للمتاحف موجوده في الجامعات المصريه، وطبعا سبقنا ليها الغرب يعني. صحيح. لكن ده موجود، وفعلا يعني بيبقى في تنظيم للرحلات كويس وزيارات بالنسبه للطلاب الصغيرين. خليني اقول بقى يمكن في السنوات الاخيره ابتدى يبقى في تنميه بشكل كبير جدا جدا في كل ما هو له علاقه بالسياحه والاثار. ابتدينا نشوف افتتاح متاحف عظيمه فعلا عظيمه، وكلها معموله على احدث التقنيات. بنروح بندفع تيكت بسعره رمزي جدا، وكمان بتهيألي الطلاب ممكن بيبقى سعر مخفض، وبنخش نشوف حاجه معروضه بشكل مبهج، بشكل جديد، بشكل حلو جدا. المعلومه كل حاجه مكتوب جنبيها السنه بتاعت القطعه الاثريه، القصه بتاعتها، وجدت فين. فابتدينا نشوف تطور في المجال السياحه ومجال الاثار بشكل الحقيقه يعني حاجه يعني بجد بنفتخر بيها جدا. هو الحمد لله يعني كان الدمج ما بين وزاره السياحه والاثار ده كان في صالح يعني العمليه ككل، لان ما فيش شك ان مصر متعدده المناحي يعني بالنسبه لمقاصد السائحين او كده، سواء بقى سياحه دينيه او تثقيفيه او ترفيهيه او غيره. فاذا هنا لما بنجد ان هنا في مكان اصبح مدروس دراسه جيده، وان احنا واخدين وناقلين خبرات بره، يعني طبعا عشان هم اكثر يعني من الناحيه التكنولوجيه والناحيه طرق العرض وكده، بناخد خبراتهم ديت ونبتدي نطبقها في مكان واحد. فاصبح هذا المكان هو مكان فعلا في مطاعم، في اماكن نقدر نشتري منها هدايا، في اماكن اللي هناخد منها المعلومه بقى نفسها الثقافيه من خلال معروضات اثريه، في انشطه، في قاعه سينما، في قاعات محاضرات، في اذا احنا هنقضي يوم لو رحنا او اصطحبنا اولادنا ورحنا هنقضي يوم متكامل، يعني هناكل وهنلعب وهنشتري حاجات وهنتفسح وهناخد معلومه ونتبسط كلنا في مكان جميل ومبهر ووسط جميل جدا. لان انت لو تلاحظي كده ان ما فيش يعني طالب او شاب هيرتاد وتعتاد عينيه على هذه الاماكن وهيطلع ارهابي مثلا، مش هيحصل. صحيح. لان الانسان هنا بتتعود الرقي في كل حاجه، وكون ان هو يعرف حضارته، خاصه انها حضارتنا بقى، ويعرف قيمه بلده وقيمه التوعيه باهميه الاماكن دي. هنشعر باهميه ارضنا اللي احنا واقفين عليه. صحيح. احنا واقفين على ارض صلبه جدا جدا، فبيعزز الانتماء بالنسبه لنا. أكيد. يعني يخلينا متعلقين ببلدنا وحضارتنا ومفتخرين بيها. واحب ان انا اتكلم عن الهرم، احب ان انا حد سالني في حاجه يبقى عندي معلومات. الحقيقه ان بلدنا يا دكتور فيها اروع الاماكن ويعني من اجمل الاماكن ومن اجمل الاماكن السياحيه والاثريه، ولكن خلينا نقول دورنا بقى احنا او دور استخدام مثلا السوشيال ميديا عشان احنا نعرف اولادنا بالاماكن دي. يعني في كتير مننا الحقيقه بيبقى نفسه يروح مكان اثري ويروح يتعرف عليه ويشوف، ولكن ما بيبقاش عارف يروح فين. طب انا لو رحت ايه مثلا الاجراءات اللي هتتم؟ فازاي ان انا ممكن اعمل توعيه مستمره بنشر ثقافه الاماكن المختلفه الاثريه، بالحاجات مثلا اللي تناسب اعمار الشباب، الحاجات اللي بتناسب مثلا اعمار الاطفال. فازاي ان انا ممكن اعمل توعيه بده، وممكن استخدم السوشيال ميديا من خلال ان انا انشر برضو هذا الوعي؟ لا هو في الحقيقه يعني يعني كل اي موقع لمتحف او حاجه هو ليه طبعا الويب سايت بتاعته، هو بينزل عليها النشرات، بينزل عليها الايفنتات اللي هو موجوده. جميل. في كل المعلومات عن اشهر القطع، مش كلها طبعا، اللي هي هتبقى بتبهر السائحين، وفي اسعار التذاكر واوقات الدخول والزيارات. فاذا التكنولوجيا عموما هي خدمت هذا المجال. بس احنا يعني ينقصنا لشبابنا هو الدافع بقى، ان انا لو غرست
غرست فيه من الصغر ان في اماكن مهمه، حب الاماكن وحب هذه الاماكن، هو من نفسه هيبتدي ان هو يعني يدور عليها. لانه زي ما هو بيدور على الاخبار المهمشه او اللي هي ما تفيدش البلد في حاجه ولا تفيد نفسه، اكيد هو لو اتدرب اساسا صح من الاول هيفيد نفسه وهيقدر ان هو يستفيد من التكنولوجيا ديت ويوجهها ليه. لا، والحقيقه ان احنا عندنا اماكن، يعني مصر غنيه بالاماكن الاثريه المختلفه ومتعلقه بحضارات كمان مختلفه. يعني لو احنا بنتكلم عن المتاحف ففي طبعا حاجات كتيره جدا مهمه، كمان في المعابد المهمه جدا، وفي رحلات كمان بتبقى مدعمه من وزاره الشباب والرياضه، نروح نشوف اسوان، نروح نشوف الاقصر، نروح نشوف الاماكن الاثريه الغنيه الجميله هناك. رساله بقى حضرتك بتوجهيها كده في يعني واحنا بننهي مع حضرتك، تقولي ان احنا نعلم ايه لاطفالنا، نعلم ايه لشبابنا باهميه الاثار، باهميه زي ما نقول التوعيه باهميه الاماكن دي. هو طبعا زي ما انا قلت لك كده، احنا لو بصينا كده لجروب سياح او حاجه بنبص نلاقي فيهم عجائز وناس كبيره جدا و80 سنه وبتاع وجايين على كراسي متحركه وحاجات زي كده. احنا اثرنا تحت رجلينا. يعني بيبقى شيء مخجل ومحزن جدا اننا بنلاقي في شباب يقول انا، وبيبقوا من هنا من القاهره، انا عمري ما شفت الهرم. صحيح. وساعات بيبقوا يعني برضو دارسين اثار وكده، لكن حاجه يعني محزنه. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. احنا لازم نشجعه. يعني انا من وجهه نظري ان الطالب من في سن اعدادي يقدر يتحرك لوحده هو واصحابه، يقدر يستأذن باباه ومامته، انا هروح اخد اصحابي وهنعمل كذا النهارده ورايحين الهرم، حتى الاماكن القريبه ديت. فاحنا لازم نشجع الاسره، برضو ليها دور انها تشجع اولادها. هي دي تبقى خروجه كده مره في الشهر، لازم نروح نشوف معالم بلدنا، لازم نروح نتعرف على تاريخنا، لازم نرسخ الهويه المصريه من خلال اثارنا العظيمه. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره نوره، نورتينا النهارده في طعم البيوت. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا الثانيه في طعم البيوت. دلوقتي هنروح